فدائي النادي الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي أحرز هدفه ال 12 قدام المصري واللي ضمن بيه صدارة الدوري للنادي الأهلي والفوز ال 16 على التوالي في البطولة المحلية. بس هل أهداف وسام أبو علي دي في وراها سر ولا هي مجرد صدفة؟ تعال نحلل هدفه قدام المصري علشان نفهم. في بداية الهجمة نص ملعب المصري واقف سرحان، وبالتالي ظهرت في ظهره مساحات، وإمام عاشور استغل ده وراح يعمل الزيادة العددية المعتادة اللي بيعملها على الجناح الشمال، وبالتالي المدافع المصري بقى مش عارف يضغط على إمام عاشور ولا على رضا سليم. مع استلام رضا الكرة هيبتدي وسام يشتغل، هو تقريبا هنا واقف في نص الملعب، ولو رسمنا خط مستقيم لحد الجون هنلاقيه واقف تقريبا في نص الجون. مع زيادة رضا سليم بالكرة ابتدى شغل وسام، اتحرك أكتر ناحية القائم القريب. إمام عاشور ابتدى يطلع من الكادر ويتأخر لورا عشان لو الكرة اتقطعت يبقى في تغطية، وبالتالي ابتدى المدافع الأيمن للنادي المصري يضغط على رضا، وابتدى ترحيل دفاع المصري ناحية الكرة ما عدا المدافع الشمال لأنه خاف من وجود الشحات، وهنا دي غلطة كبيرة طبعا. قبل تمويه رضا سليم تعال نشوف الموقف بقى عامل ازاي. الشحات فاتح الجناح اليمين وأكرم زايد من نص الملعب، مدافع المصري الشمال خايف يضم، وسام يوحيلك انه رايح على العارضه القريبه، ورضا قدامه مدافع ووراه مدافع، وجاي قلب دفاع المصري يعمل تغطيه كمان ورا المدافع اللي بيضغط على رضا سليم. مع الفنت اللي عمله رضا اكتملت الصوره واكتمل المشهد، ظهرت مساحات كبيره جدا بسبب ضعف الضغط على رضا سليم في المقام الاول. المدافع الشمال اللي مرحلش وخاف من حسين الشحات بقى في مساحه بينه وبين قلب الدفاع الشمال، وده اللي استغله وسام، وفي لحظة غير اتجاهه وراح على نقطة الجزاء تقريبا في غفلة من المدافع اللي كان فاكر ان وسام هيروح على القريبة. طبعا في كسل من نص ملعب المصري في الارتداد ادى فرصة ان المدافعين يغلطوا علشان ينهي وسام الهجمة وهو في نص الجون زي ما ابتداها لما كان في نص الملعب. وسام اللي انضم للأهلي في يناير بقى تاني هدافين الدوري بعد فيستون مايلي اللي بيلعب من أول الموسم بفرق هدفين بس، وعنده فرصة كبيرة إنه يبقى هداف الدوري في أول مواسمه مع المارد الأحمر. وسام أكيد صفقة ممتازة للنادي الأهلي، ولو كمل بالمستوى ده ما افتكرش إن هو هيقعد في مصر كتير.